كالي لينكس هو نظام تشغيل مفتوح المصدر، وفي ادوات كتير جدا ممكن تساعدك لو انت في مجال البنتريشن تيستنج. بس طبعا في ادوات معينة بتكون مخصصة للناس اللي هم في مجال البنتريشن تيستنج، يعني مش واحد داخل اللي هو هوية وخصوصية. ادوات تقيلة يعني عايزة شخص تنين، مش اي حد يقدر يستخدمها. ففي الفيديو دوت ان شاء الله باذن الله اعرفك على اقوى 6 ادوات موجودين في كالي لينكس. 2 اداة للويب، 2 اداة للشبكات، 2 اداة للموبايل. فكوباية شاي ويلا بينا نغوص في الرحلة الجميلة دي. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. بس قبل ما ابدأ يا ريت تشترك في القناة علشان خاطر بيظهر لي نسبة الناس اللي بيتفرجوا بيكونوا 95% غير مشتركين، فمش هتخسر حاجة يعني يا صاحبي لو عملت اشتراك في القناة، يعني معلش. يلا بينا. اول اداه معانا في الويب وهي اداه بيرب سويت، والاداه ديت هي العمود الفقري بالمعنى الاصح في مجال الويب بنتستر بقى، لان هي بتعرض الطلبات بينك وما بين الموقع، فبالتالي بتقدر تعدل عليها قبل ما تروح للسيرفر. وبرضو كمان يا سيدي بتستخدمها في اكتشاف ثغرات زي الاكس اس اس والاس كيو ال. بسيطة عشان تفهم، لو الموقع بعت ريكيوست في اي دي تقدر تعدل وتشوف كل حاجة قبل ما تعمل اي حاجة. فباختصار كده لو انت بتعرف تستخدم اداة بيرب فانت كده ماسك كل حاجة، ماسك العمود الفقري بتاعك. احنا كده ماسكين العمود الفقري دلوقتي، ما تيجي بقى نمسك قاعدة البيانات دي بقى يا صديقي، لوحش قاعدة البيانات وهي SQL ماب. الاداة دي فعلا هي وحش قواعد البيانات، مش اسم انا اللي مطلعه عليها. الاداة دي بقى يا سيدي هي بتشتغل اوتوماتيك، بس فعلا اداة قوية جدا وكمان تعجبك. ممكن توصل لمرحلة ان هي تسيطر على السيرفر كامل عادي جدا ولا يهمك، دوس. يعني مثلا لو انا حطيت لك لينك مش تمام وانت بقى ايه واحد فاهم في الاداة دي كده كويس، ممكن تاخد اللينك دوت تشوف هل اللينك دوت تمام ولا مش تمام، وهل لو انت سجلت عليه داتا الاداة ديت تقول لك لا تسحبها ولا لا، لا ده بيضحك عليك ولا لا. طبعا ده مثال تافه انت بس تفهمه كمستخدم عادي، انما هي بتوصل لحاجات تانية بعيدة. بقى من الويب شوية وتعالى بينا نخش على الموبايل، وعندنا الاداة الخطيرة جدا اللي هي عملاق الموبايل كله، هي ميتا اسبلويت. والاداة ديت فعلا من اقوى الادوات اللي انت ممكن تشوفها في حياتك اصلا. حلاوتها بقى ان هي بتكتشف ثغرات، وكمان بتعمل حاجة كده بس خدها من الاغراض التعليمية، ان انت ممكن تخليك ان انت تخلي شخص ان هو مثلا ينزل تطبيق. عشان كده بنقعد دايما نحذر من الحاجات اللي هي بره جوجل بلاي، ويقدر هو بقى من خلال التطبيق الملغم اللي انت نزلته دوت يتحكم في تليفونك كامل. طبعا ما تحاولش تعمل حاجة كده ولا كده، كله للأغراض التعليمية. عندنا بقى يا سيدي أداة تانية وهي مهمة جدا جدا في الباك بوينتي، وهي أداة موب اس اف. ديت بقى لو انت واحد عايز تقعد تحلل التطبيق وتكتشف الثغرات اللي فيه بقى وكل الكلام دوت، فالأداة ديت مهمة جدا لو انت سيادتك داخل الباك بوينتي تعمل تيست على ابلكيشن، او برضو لو شغال في شركة فالاداة ديت هتكون مهمة جدا ليك. ونصيحتي ليك ما تحاولش تستخدمها طالما انت اصلا مش داخل تتعمق، يعني لو داخل بغرض المعرفة فمش هتعرف تعمل بيها حاجة، لان مش هتعرف تستفيد بقوتها الحقيقية، لان انت مش فاهم حاجة. يعني انت واحد داخل مش فاهم شبكات، هتخش تعمل ايه؟ عندنا بقى يا سيدي للشبكات مجموعة ادوات مع بعضها، وهي الاير كراك ان جي. وديت مجموعة ادوات كنت متكلم انا فيها وخليت قبل كده الذكاء الصناعي يديني عن معلومات واكواد دوت. لو انت ما شفتش الفيديو اللي هو بتاع خليت الذكاء الصناعي يخترق الواي فاي والكلام دوت، فالاداة ديت هي مش اداة واحدة، لا هي مجموعة ادوات وظيفتها ان هي بتكسر طبعا شبكة الواي فاي كده في ثواني، وبتعمل برضو كده شوية حاجات حلوين. تقدر تخش تشوف الفيديو دوت لما انا خليت الذكاء الصناعي يديني معلومات. تخيل، خش شوف الفيديو هيعجبك جدا على فكرة. اخر اداة معانا في الشبكات وهي الواير شارك، والاداة دي بتكون بتخش كده على شوية حاجات بقى من اللي قلبك يحبها. قوتها بقى في الموضوع ده كله ان هي بتفهم البروتوكولات بسرعة، ودوت طبيعي هيساعدك جدا ان انت برضو تفهم الشبكة بسهولة وتخش برضو على البيانات اللي انت عايزها، لان البروتوكولات دي بتكون من اهم الحاجات في الشبكة. كده انت دلوقتي يا سيدي بقى معاك 6 ادوات، 2 ويب و2 شبكات و2 موبايل. بس السؤال بقى الحقيقي اللي هو انا عايز اسأله لك، هتستخدمهم ازاي؟ هتستخدمهم دلوقتي تخش تحمل كالي لينكس وتخش تقعد تضرب اي حاجة على الكيبورد؟ مش هينفع. المفروض تستخدمهم صح، ونبدأ نحل لابات بايدينا، ونبدأ نخش في مسابقات CTF. وكمان يا ريت تشوف موقع هاكر وان، وان شاء الله باذن الحاجات دي كلها انا اعمل لك عنها ان شاء الله باذن الله دورات تعليميه يعني قدام. بس الفكره ان انت دلوقتي انت تخش انت تبحث يعني.
فيا ريت تخش انت تبحث. وانا عارف والله ان انت عايز خريطه لمجال البنتريشن تيستنج، فان شاء الله باذن الله والله انا بحاول احضر اكبر قدر من المعلومات، لان انا مش هعمل لك الفيديو ده فيديو عادي ولا فيديو متكروت. ان شاء الله باذن الله لو في معلومه كده مستخبيه تحت الترابيزه هتلاقيني جبتها لك. طبعا الفيديو هيخش له في حوالي ساعه ونص ساعتين، ما تقلقش من الحوار دوت. بس حرفيا هتخلص الفيديو دوت من هنا وتخش تمشي على الخريطه كلها من هنا. لو مشيت باذن الله على الخريطه كامله توصل باذن الله لمستوى كويس جدا. وعايز احضر لك ليها كمان PDF دوت، طبعا هيساعدك علشان خاطر الحاجات اللي انا بشرح منها لو انت عايزها، فهسيب لك PDF ليها. وكمان دي بقى كده ايه مفاجاه هديه مني ليك كده يا مان، هحط لك كمان المصادر يا عم اللي انت هتتعلم منها اي خدمه. بس عايزك بقى تروق عليا باشتراك في القناه وتصلي على النبي وتدعي لي دعوه حلوه. تمام يا معلم؟ يلا سلام. تسبلويت، لا وحشة. ميتاسبلويت، يعني تعرف أداة ميتاسبلويت؟ لا خلينا بقى نعدلك ميتاسبلويت. ماشي طيب. ايركراك ان جي، المفروض ارجع كده بالكده. ايركراك ان جي، انت هتخش في بوز الكاميرا وما قدرتش